السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الكيك خطير، كيك جيون بالاوريو والفواكه الحمراء. كيجي هماوي، وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بواحد اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وتخليو لي واحد التعليق باش تحفزوني. ندوزو بسم الله على بركه الله. كنحتاجو 6 حبات ديال البيض، كندير واحد الرشه ديال الملح، وكناخذوا كاس ديال السكر سنيده، وكنديروا الفاني اختياري ماشي ضروري، غير انا درتو. وكنضربوا الكل مزيان مزيان حتى كنحصلوا على خليط كريمي وكيضاعف الحجم ديالو. كنخليوه لمده ديال 10 دقائق بالضبط. صافي هنايا ملي كيطلع لنا الخليط، كنزيد واحد الكاس ديال الزيت اللي كيكون كنزيدوه خيط، ما كنزيدوش دفعه واحده، بشويه بشويه حتى كنكملوه. ضروري من هذه المرحله هذه. وغادي نديرو الكاس ديال الحليب بنفس الطريقه، والعبار راه بنفس الكاس اللي عبرتو به الحليب غتعبروا به السكر وغتعبروا به الدقيق. من بعد غادي نزيد واحد ياغورت طبيعي، الا كان ديال الفواكه الحمراء من الاحسن. انا ما توفرش عندي، درت طبيعي، حتى طبيعي راه كيجي مزيان. صافي، وكنزيد واحد 3 المعالق كبار ديال الخل. الخل كنديروه باش يحافظ لينا على ديك الفواكه الحمراء اللي كنديروه وسط الخليط، خصوصا ان كان الكيك غادي يبقى لنا واحد مثلا يومين او نهار في الثلاجه. كيف كنعرفوا بان ديك الفواكه ملي كتكون طريه راه كتاكسد. ومن بعد كنزيد واحد نص كاس ديال الماء طايب، ضروري من هذا الكاس نديروه. صافي، ملي كنبغيو نزيدو الفواكه الحمراء كنقصوا من السرعه ديال العجانه اولا ديال الطراب. كناخذ الدقيق. انا عندي 3 الكيسان ديال الدقيق هما اللي احتاجيت، وهما اللي غناخذ بهم الدقيق باش غنلبسهم لداك الفواكه الحمراء. ضروري من هاد العمليه هذه باش الفواكه الحمراء ديالتنا كتوزع على الكيك كامل، ما كتجيش في جهه واحده اولا كيهبطوا لتحت. وإلا كانوا فواكه الحمراء طريه من الاحسن. انا عندي مكونجلي وخديت الطري هو اللي زينت به، لانه ما كاينش وغالي في هذه الوقيته هذه. غادي نزيدو واحد زلافه صغيره ديال اوريو اللي كنكون مهرساه، كنهرسوه بالموس اولا كناخذوه في الساشي وكنضربوه بواحد المدلك. صافي، وكنبداو نخلطوه من الفوق للتحت بشويه. كناخذ واحد 2 المعالق كبار ديال بيبي شوكولا، حتى هما كنديروهم في الدقيق، وداك الدقيق حتى هو كنلوحوه في الخليط، لان اصلا راه معبور باش غادي نخدموه به. ولا ما عندناش بيبي شوكولا كناخذوا الشوكولات كنقطعوهم غير بالموس بحال هكا، اولا كنحكوهم بالحكاكه. صافي، وكنزيد واحد زلافه صغيره ديال الكاكاو المور. من الاحسن ناخذوا الماركه المزيانه، لا في كاكاو المور ولا في بيبي شوكولا، باش كتعطينا لان الكيك كيطلع يعني مزيان. ما غاديش نديروا واحد الحاجه اللي دايره غتخسر لينا كل شيء. وضروري ما نغربلوه باش ما يعطيناش دوك الكويرات يبقاو لينا في الداخل ديال الدقيق، ما يتخلطوش. صافي، وكنبداو نخلطو من الفوق لتحت غير بشويه بشويه. المهم انا هنا راه هزت ليا 3 الكيسان ديال الدقيق وبيهم نيت باش خلطت دوك الفخومبو يعني الفواكه الحمراء والبيبي شوكولا. صافي، وكنزيدو الدقيق مع 3 الخمارات اولا 21 غرام الا كانت عندنا ديال العبار. انايا كناخذ غير ديال العبار كنعبرها وصافي، يعني كتبقى مزيانه احسن ما ديال الباكيه. الزربه كيساليو
حتى ديال العبار كتعطي الكميه كثيره، وخصوصا الا كنتي تصايبي الكيك بزاف في الدار، وهذا خاص ضروري يكون عندنا ديال العبار هي الفاني. صافي في نفس الوقت انايا راني مشعله الفران على 180 درجه، ضروري الفران يكون سخون. غادي ناخذ المول، غادي ندهنوه بالزبده ونرشوه بالكاكاو. انايا المول هذا انا مضمونديت عليه وخديته، يعني راه ما كيتباعش في السوق، خاصك تقولي ليهم يصايبوا لك الشكل باش كيصايبوه. الا كنتو غادي ديروه في مول عادي كديروا نصف ديال الكميه. هذا راه مول طويل وعالي بزاف. علاش هذا الكيك كنقولوا ليه حنا كيك الوحش اولا كيك جيون، كيجي عالي بزاف. صافي كناخذ الزبده سبيسيال كنديرها في واحد الساشي، وكنبدا نعجنها هكا بيديا باش كتذوب واحد شويه، وكنحصلو على الشكل ديال البوماد، وكنديرها من الوسط باش ملي كيطيب لنا الكيك ديالنا كيتنفخ وكيتحل لنا من الوسط وكيدير لنا واحد الشق يعني بحال الشكل ديال هذا. المهم راكم نتوما عارفين بلا ما نبقى نقول. صافي وكندخلوها للفران. الفران كيف قلت لكم مشاعل على 180 درجه، كنخليوه 60 دقيقه. المهم 55 دقيقه كنشعلوا عليه غير من التحت، ومني نحسوا وصلت 55 دقيقه كنشعلوا عليه من الفوق. المهم راقبوا كل واحد والفران، لان كاين الفران اللي كيطيب بالزربه وكاين اللي كيتعطل، نردوا ليها البال. والكيكه هاد ديال الكاكاو راه ما كتبغيش طيب بزاف من الفوق باش ما كتحرقش. صافي كنصايب الكولي كنحتاج لواحد 200 غرام ديال فروي غوج مجمده، وكناخذ واحد 180 غرام ديال السكر سنيده وكنديرهم في واحد الكاسرونه، وكنبقى نخلط بالمعلقه خشبيه، وكنبقى نورك يعني نورك على دوك الفروي باش كنهرسهم، وكنخليهم هكا كيبقاو يجوني طريفات حتى كنحصلوا على شبه مربى. كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال النكهه ديال الفرامبواز. انا رانا مصايبها غير بغيت نعاود نشاركها معكم، رانا مخلياها في القناه عندي تشوفوا الطريقه ديالته. هنا انا خرجت الكيك من الفران، نخليوه حتى يبرد. ما ديروش اللي درت انا، رانا زربت عليه وتهرسات ليا. المهم ماشي مشكل. كندير هذاك الكولي ضروري يكون بارد، ضروري يكون بارد. كنديروه كنزيدو دوك الطريفات ديال الكيك اللي كنا قطعناهم، كندير واحد الشق وكنعمروه، وكندير كنرجع داك الكيك وكنصايب الكاناج كندير 50 غرام ديال الكريمه، كنسخنها مزيان وكنزيد عليها 50 غرام ديال الشوكولاط. صافي وكندير خطوط من الفوق وكنزين بالفواكه الحمراء من الفوق، وكندير بيبي شوكولا حتى هما تلوحوهم، وكنديروا اوراق الذهب، وكنديروا الاوريو. صافي وكيكون الكيك عندنا واجد. هذا الفيديو هذا راني منزله واحد جوج فيديوهات في القناه ديالي الاولى. هذا الكيك هذا وكيك ديال بخاليني حتى هو غادي نعاود نشاركه معكم هنايا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم كيف العاده خليوا لي تعليق، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.